بس اللحن ما زهى لحن زاهي. نرحب بالمنشد والشاعر زاهي. حياك الله يا زاهي. الله يطول عمرك. وش اخبارك؟ الله يطول عمرك. اللهم لك الحمد. زاهي، بداية عرفنا عن نفسك. أنا زاهي بن ناهي القلادي الرشيدي. نعم. من حالك مالك. شاعر قبل أن أتجه للساحة الإنشادية. ما شاء الله. يعني نقول زاهي كان شاعر ثم منشد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. حدثنا عن بدايتك في الشعر والإنشاد. الشعر من ولا صغير أكتب شعر، لكن ما طلع يعني المواقف خاصة، المواقف أكتب قصيدة. ما شاء الله. فالإنشاد كان من ضمن قصائدي قصيدة إعلان القوة. أول شيلة قصته أيضا شيلة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. تذكرها لنا. مع دائما سبحان الله البداية بالذات للشاعر يكون فيه كسور، يكون فيها يعني مع الوقت الإنسان يكون معه خبرة، لكن في البداية دائما تكون ضعيفة. لا أكيد هي القصيدة القريبة اللي بحفظها، غيرها ممكن ما أحفظها، لكن القصيدة هذه الوحيدة يعني. ما شاء الله. تذكرها لنا؟ تفضل. يقول: يا هاجس الفكر سريته سراني، راح عني شويه يرجع شويه، بعض الهواجيس تنصاني وتنخاني، تقول وقف هنا الخطه سياسيه، ترى مسير الطريق شوي لو زاني، ركز وش الفرق عن روحتك والجيه، الوقت ما يرحم المجني ولا الجاني، حتى الخوي خوته صارت جنائيه، لبيه يا هاجس جاني وصحاني، يقول لك نيه وصاحبك لها نية، يا كثر عدواني يا كثر صدقاني، يا كثر من ما هو الهادي ولا ذيه، وفلان ما هم مثل فلان وفلاني وفلان وفلان، والقصة فلانية شرحت موضوعها باسمي وعنواني، عنوانها خوة ما هي بساسية، ما كل من يضحك بوجهي وخواني، ما أقول هذا الخوي وأقول يا حية الخوة اللي ما ترفع قدري وشاني، البعد عنها يصير أكبر فخر لي، راعي المثل ويش قال لساني إحصاني، حسناتها الحسنة وزلاتها السيئة، لو يشره القاصي ولو يشره الداني، يمشي ملك واثق الخطوة أمامية، كان طيب قال طيبي وين وداني، تمشي معي ناس وتحفر القبر ليه، يرحب إن جيت ورحب اليجاني، أثره بالمصلحة وانت بحسن نية، غرك بوجهه وطعنك بوجهها الثاني، يجحد جميلك اللي منه خذا شيء، الطيب في عصر بوي وعصر جداني، والوقت هذا الربع 90%. الله يطول عمرك. ياخذ ضفوك كذلك. طول عمرك. حبيبنا زاهي، باعتقادك اجتماع الشعر والإنشاد في شخص واحد تعتبر إضافة؟ نعم. طيب، أول شيء أنه شاعر منشد، خدمه بأنه انتقاء القصائد، وخدمه بنقطة ثانية أنه عند الأداء ما يكسر البيت، يعني هذه نقطة مهمة. صحيح. أيوة يا جميل. ما شاء الله. الله يعطيك العافية يا غالي. الله يسعدك. وحبيبنا زاهي الله يطول ما شاء الله منشد وشاعر، الشباب بدهم يسمعون الإنشاد. الله يسمع. سمعوا الشعر. الله يجملنا معهم ولكن أنا سبق وقلت لأخوي ياسر من يومين ضحكة صحية يعني من الله، لكن إن شاء الله بنسوي اللي علينا. الله يسعدك. بنقلل من الإنشاد شوي. الله يطول عمرك. هذه طبعا قصيدة نزلت في الديوان للشاعر دهام السليك. ونعم والله. حالك. يا بحور الشعر وازهار الجزل، ساعديني ما بقى بالحال حال، ممتطيصه وجهي وادي وارتجل، شايل حملي ولا حملي ثقيل، مشتكي للناس لو همي جبال، اشتكي لله واخشع له ذليل. ممكن صدع.
ومن مشى بالدرب لو يبطي وصل، والصبر لو طال مردوده جميل. دنيتك ما هي على كيفك تحل، كل ما عدلتها لازم تميل. ابتسم دايم ولو عينك تهل، الحزن ما يفيده والدنيا رحيل. هذا اللي احفظ منها. الله يبارك فيك. جل حالك. معذرة صوتي اليوم ما انجا من صدر الله يتخاف. وما يحتاج. الله يطول عمرك. بداية زاهي، سم. حدثنا عن الديوان الصوتي اللي نزل لك الأخير. طبعا سلامة الله. طبعا الديوان الصوتي نزل تقريبا من 3 شهور. ما شاء الله. بعنوان شيلات صوت الشمال. صوت الشمال. اي نعم. ما شاء الله. الله يطول عمرك. حياك الله. طبعا 19 شيلة. ما شاء الله. اي نعم. والحمد لله والشكر. ما شاء الله. شاعر ومنشد، هل في أغلب الألبوم من شعرك؟ نعم فيه قصيدة الأخوة اللي مشوين. اللي مش يعني. ما شاء الله. طب وغيرها؟ من قصايدي؟ من قصائدك. لا هذه اللي ضفتها. هذه فقط. بالقادم ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله يوفقك يا غالي. ننتظر ألبومك القادم إن شاء الله. بإذن الله. الألبوم في السوق اسمه ايش؟ شيلات صوت الشمال. شيلات 2016 نعم. 2016. الله يعطيك العافية يا غالي إن شاء الله. يسعدك. وأيضا نرحب بالمنشد والشاعر زاهي. حياك الله يا زاهي. الله يطول عمرك. وش أخبارك؟ الله يطول عمرك. اللهم لك الحمد. زاهي، بداية عرفنا عن نفسك. أنا زاهي بن ناهي القلادي الرشيدي. نعم. ونعم حالك مالك. شاعر قبل أن أتجه للساحة الإنشادية. ما شاء الله. يعني نقول زاهي كان شاعر ثم منشد. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. حدثنا عن بدايتك في الشعر والإنشاد. الشعر من وأنا صغير أكتب شعر، لكن ما طلع يعني المواقف خاصة. المواقف أكتب قصيدة. ما شاء الله. فالإنشاد كان من ضمن قصائدي قصيدة بعنوان القوة. أول شيلة. قصته أيضا شيلة. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. تذكرها لنا. مع دائما سبحان الله البداية بالذات للشاعر يكون فيه كسور، يكون فيها يعني مع الوقت الإنسان يكون معه خبرة، لكن في البداية دائما تكون ضعيفة. لا أكيد هي القصيدة القريبة اللي بحفظها، غيرها ممكن ما أحفظها، لكن صحيح. القصيدة هذه الوحيدة يعني. ما شاء الله. تذكرها لنا؟ إيه نعم. يقول يا هاجس الفكر سريته وسراني، راح عني شويه يرجع شويه، بعض الهواجيس تنصاني وتنخاني، تقول وقف هنا الخطه سياسيه ترى مسير الطريق شوي.